خلي بالك لما تحس بفترة إرهاق مع عدم تركيز وسقوط في الشعر مع تكثيف في الأظافر وتنميل في الإيدين أو القدمين، إن ده ممكن يكون بسبب نقص حمض المعدة. فلو حصلت لك الأعراض دي ومعاها أحيانا حموضة أو ارتجاع، فمش أفضل حل إنك تاخد فيتامينات وبس عشان نحسن الأعراض، لكن كمان هتكون محتاج تزود حمض المعدة لأنه بيساعد في الهضم وامتصاص المعادن. وممكن يكون سبب النقص ده هو جرثومة المعدة الاتش بايلوري أو استخدامك الكتير لأدوية مضادات الحموضة اللي بتاخدها كل ما بتيجي تاخد مسكنات أو مضادات حيوية، أو لو أنت في ستريس مستمر أو مع نقص الغدة الدرقية وبعد عمليات التكميم. وعشان نزود حمض المعدة أول حاجة هنبدأ أكلنا بالبروتين، لأن البروتين بيحفز حمض المعدة. تاني حاجة هنهتم بمصادر الزنك في أكلنا زي الأسماك واللحوم والزبادي. تالت حاجة نهتم بالأكلات اللي بتحتوي على البروبايوتيك زي الزبادي والكفير والجبنة القريش ومخلل الكرنب، بس نعمله بدون خل. رابع حاجة نضيف الجنزبيل لأكلنا لأنه مضاد للالتهابات وبيحفز إفراز إنزيمات الهضم وبيحسن من حركة الأمعاء. خامس حاجة هناخد وجبات خفيفة متقسمة خلال اليوم ونحاول نمضغ الأكل ببطء عشان نسهل الهضم، وده هيحفز إفراز حمض المعدة. سادس حاجة نأخر شرب المية أو المشروبات على الأقل نص ساعة بعد الأكل عشان ما يخففش حمض المعدة. واخر حاجة ان اخر وجبة تكون قبل النوم ب3 ساعات عشان نتأكد ان الاكل اتهضم قبل النوم. مع ABC تغذية، اتعلم تغذية تكسب صحتك.